والله لا، ما يلا تخلق باخلاق النبي، تخلق باخلاق النبي صلى الله عليه وآله. رد على الله الروايه يبارك فيك. هذه. جزاك هذه الله خير. صلاة نحن جعفر استاذ، الصادق، جعفر الصادق بارك يصلي الله، هاي الصلاة. جزاك الله خير. خلينا نرد عليك استاذ، اعطيك كتم مثل ما انا احترمتك والله يبارك فيك ان شاء الله. شوف أنت يا الآن استاذ. شيعي وتأمرني أحط كتم. نعم. أنت شيعي وتأمرني أن أضع كتم. لا لا، حتى الناس تفهم الجواب. رد، جزاك أنا ما الله راح خير. لا أتكلم، بالعكس. بس رد مو ما تفضل لا تأمرنا، تفضل. رد. ماشي ما امرك معكم. شوف استاذنا العزيز، نحن اي روايه تصدر عن اهل البيت بالكتب الشيعيه نعرضها على القران الكريم، لان النبي صلى الله عليه واله اوصانا، والامام الصادق عليه السلام اوصانا ان نعرض الروايات الوارده عنهم على القران الكريم. ليش؟ لان القران هو الاصل. أجل بطلت الإمامة، بطلت العصمة، بطل كل لا شيء. اسمح لي، نحن لا نقول بالعصمه استاذ، نحن لا كل نقول هذه الأمور بالعصمه. ليست موجودة في القرآن. خلنا اجاوبك استاذ، الله يبارك فيك. نحن لا نقول بالعصمه، خليها نقطه راس سطر، هاي خليها تكون في بالك. تطعن يعني أنت الآن تطعن في عصمة علي. نحن لا نقول في العصمه فقط في التبليغ. نحن شيعة التوحيد الصرخيه نقول العصمه فقط في التبليغ. شيعة الشرك والله. طيب يلا اعرض الإمام على القرآن، اعرضها. اسمع هسه احنا بعدين ننتقل، لا تقفز لهذا الموضوع الان. لا نحن نعرض كل شيء نعرضه على روايات. القرآن. ثواني اسمح لي يا ابو احمد، احنا جاوبك هسه. القرآن عندك محرف صح ولا لا؟ القران هسه احنا بعدين ننتقل للقران المحرف، ماكو مشكله. انت الان تقول لا اعرض اي روايه. بس خليني اجاوبك عن الروايه استاذ، خليني اجاوبك عن الروايه. يلا جاوب. الرجل يعبث بذكرك في الصلاه المكتوبه فقال لا باس جعفر الصادق. بارك الله. بعدين ننتقل للامامه وننتقل للتحريف. شنو تريد ننتقل وياك ان شاء الله، ما عندنا مشكله. القضيه وما انه قلت لك اي روايه نعرضها على القران الكريم فيها طعن. يا رجل اي روايه نعرضها على القران، قرانك محرف يا ابن الحلال. يا استاذنا العزيز بعدين نجي للتحريف، الله يبارك فيك ان شاء الله. ليش تقاطعني انت؟ نحن نقول اي روايه نعرضها على القران صح ولا لا؟ عجيب يا اخي، خلينا نجاوب استاذ، خلينا نجاوب ابو حمدان. انزل ما عنده مشكله، انت انسان محترم. خلاص جاوبت، تقول اعرضها على القران. بعدني ما كمل جوابي بعدني. يلا استاذنا العزيز، نحن اي روايه تصدر عن اهل البيت نعرضها على القران الكريم. الان المطاعن الموجوده في البخاري، هل عندك القدره ان تعرضها على القران الذي تقول مسمار الشيطان في بيت النبي والنبي وجامع عائشه ويا هذه مطاعن البخاري.